هالو لويتا، ساعات بتحس في السيشن عندك إن بعض الطلبة سرحانين وكمان زهقانين شوية. طبعا حلم كل مدرس إن هو يلاقي الطلبة في تفاعل وفي ضحك وفي معلومة بيوصلوا لها. نعمل الحكاية ديت مش بكلام نظري، نعمله بحاجة اسمها شبراخ شبيلة، يعني إن إحنا نتعلم عن طريق اللعب. وده هيحصل إزاي؟ ده اللي أنا أعرفه لك في الفيديو ده. اخويا بالله عليك ما تزعلش. أنا إبراهيم رضا، مدرس لغة ألمانية فوتبلنا فدي دويتش كرافته. كمان هدفي تعليم اللغة الألمانية بطريقة احترافية وكمان ممتعة. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ. أول حاجة عشان أعمل Sprache Spiele صح لازم تكون zielgerichtet sprachlich relevant وكمان interaktiv. طيب الشبراخ عموما ليها ألعاب مختلفة في السيشن نفسها. أول حاجة ممكن تكون Einführungsspiele, Grammatikspiele, Wortschatz-Spiele, kommunikative Spiele. ده 4 أنواع، ال4 أنواع دول ممكن نتكلم عنهم بعدين، لكن النهارده خلّينا نجيب مثال على اللي إحنا بنقوله. أول حاجة ممكن نعمل pin auf dem Rücken. إزاي؟ بنجيب لو إحنا بنشرح النهارده die Länder البلاد مثلًا، باجيب كلمة Deutschland وأحطها على ضهر ولد، وبعدين بيبقى مش شايف الكلمة اللي على ضهره إيه، وبيقف قدام الطلبة التانيين وبيسألهم أسئلة وهم بس بيجاوبوه بيا oder nein. طب إزاي؟ أقول له bin ich in Europa؟ أنا حاطط في ظهره كلمة Deutschland، فهقول له هيسأل الطالب bin ich in Europa؟ طيب bin ich in أمريكا؟ وبعدين يسأل أسئلة بقى ليها علاقة بالموضوع. طب لو أنا بتكلم على التيغة، مثلا أنا حاطط على ظهره كلمة كاتسة، يقول له habe ich 4 Beine؟ هيقول له يا أو ناين على حسب الحاجة اللي أنت بتحطها. طيب ممكن نجيب جملة كمان ونحطها على ظهر الولد إيش ماك بيتزا. وفي الحالة اللي هو بيتكلم فيها ديت إن هو ممكن نبدأ نسأل بقى أسئلة وهو هيبقى الإجابة بتاعت الولاد يا ولا ناين. طيب ممكن إن هو يقف قدام الكلاسة ويسأل الأسئلة دي، أو كمان إن كل واحد يكون أصلا على ظهره بن أو ديم روكن وبعدين كلهم يتناقشوا مع بعض وأول واحد يجيب الكلمة اللي هي على ظهره صح يقول بينجو، وفي الحالة ديت بيبقى كسبان. عشان نحقق الحاجة دي بطريقة كويسة جدا لازم يبقى في حاجة اسمها بلونونج، وده موتيفاتيونز سيستم لازم يكون موجود في السيشن عندك. يعني ايه؟ يعني كل واحد عارف ايه الهدف بتاعه ان هو يحقق يحقق يكسب في اللعبة دي، ولازم يكسب عشان يتقدم في حاجة معينة انت بتعملها. ودي ممكن نتكلم عنها ازاي نعمل موتيفاتيون سيستم في السيشن بتاعتك بطريقه فعاله جدا وطريقه حلوه قوي قوي قوي. هتلاقي في التعليق الاولاني حاطط لك الجروبس بتاعت الواتساب، وكمان التليجرام بنحط عليها شويه انشطه وشويه حاجات تفاعليه رائعه جدا، والكتب اللي ليها علاقه بالشبيله ام unterricht. تشوس ناو فيدازين.